هذيك الخرجه اللي خرجت مشيت عند صاحبتي خديجه، دقيت الباب. اول ما حلت لي الباب سولتها على ماماها، قالت لي بلي ماماها معروضه لواحد العرس ما كايناش. المهم دخلنا وجلسنا وجا باباها وسلمنا عليه وجلسنا كنهضر انا وياها، كنعاود ليها وانا كنبكي. جا باباها سخن لينا العشاء وتعشينا. منين كملنا مشينا للبيت باش ننعسو، وجا وخلط علينا البيت، غطى بنتو وباسها وطفى علينا الضو. شفت هذاك المنظر وتأثرت بزاف. كنقول كون عندي حتى انا بابا كنت انا مهتم بيا بحال هكا. علاش ام وحده اللي عندي وانا بنت وحده اللي عندها، لكن ما عطيانيش الحنان بزاف. المهم حطيت راسي على المخده وكل حزن، وهاديك الليله ما نعسش مزيان. صباح الصباح وحليت عيني ولقيت ماما صاحبتي جات من العرس. مشيت انا وياها عند ماما. بعد ما فطرنا مشينا، حلت لينا ماما الدار ودخلنا، وبقات كتهضر مع ماما وخصمت عليا قدامها. عنكت الوالده ديالي وبقيت كنبكي وقلت لها سمحي لي، هذه اخر مره نعاود. المهم حياتي ولات روتينيه، ما بقيت كنمشي حتى بلاصه، وما بقيت كنهضر مع حتى واحد. من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. دازت ايام وجات الشتوى وحل حدانا واحد المحل ديال حوايج البال. كنت مره انا وماما كنمشيو نتقداو من عنده. واحد النوبات كان خاصني شي حاجه سخونه باش نمشي بها للمدرسه. عطاتني ماما 100 درهم وقالت لي سيري قلبي شوفي تقدري تلقاي شي جاكيت ولا شي مونطو. المهم مشيت للحانوت ولقيت واحد الدري، بقيت كنقلب وشفت عنده واحد المونطو عجبني بزاف. خلاه ليا ب150 درهم، كانت خاصني غير 50 درهم. وقلت ليه دابا ما عنديش الفلوس، خليه لي حتى كنرجع. قال لي لا ماشي مشكل، انتي معاك المونطو ديالك و50 درهم حتى تكون وجيبيها ليا. داكشي نيت اللي درت. مشيت للدار وقلتها لماما. دازت تقريبا واحد يومين وهي تعطيني ديك 50 درهم وديتها ليه. قال لي خلي لي نمرتك باش الا جات شي سلعه زوينه نتصل بك. قلت ليه واخا، عجبتني الفكره وعطيته النمره. تقريبا واحد 15 يوم باش مشيت عنده للمحل، صونا ليا وقال لي يا اختي راه جات سلعه جديده الا بغيتي تجي تشوفي. قلت له مرحبا، ولكن دابا ما عندي والو. قال لي ماشي مشكل، غير جي شوفي اللي عجبك ويكون خير. داكشي نيت اللي درت. مشيت وبقيت كنقلب صراحه عجبني بزاف البياسات، ولكن اختاريت غير واحد الكسوه لبستها وقلت لي هذه كي جاتني. قال لي جاتك زوينه. مهم قال لي غير سيري حتى يكونوا الفلوس وجيبيهم. مشيت للدار وصل الليل وصيفط لي ميساج، قال لي بغيت نهضر معاك. شنو سميتك؟ قلت لي سميتي فاطمه الزهراء. قال لي معك عادل، انا داك الدري اللي خديتي من عنده الكسوه. قلت لي هي راه عرفتك. قال لي المهم بغيت غير نقول لك هذيك الكسوه راه جاتك زوينه. كنت اول مره كنسمع كلام زوين من شي دري، بعد ما كنت خجوله وكنحشم بزاف. ما عرفتش باش نجاوبه وقلت ليه شكرا. صافي كانت هذيك هي البدايه ديال العلاقه. كان مره كيصيفط لي ميساج ولا ما سولش هو كنت كنسول انا. شويه العلاقه تطورت وبدينا كنهضروا يوميا في الليل. كنحس بيه بحال شي واحد دخل لحياتي وضواها. لقيت اللي ونسني واللي يعطيني داك الاهتمام اللي ناقصني. صراحه كان كيحترمني واخا هكاك. واحد النهار صيفط ليه ميساج وقال لي فاطمه الزهراء بغيت نعرض عليك الغدا، جي تغداي معايا. قلت له مرحبا، ولكن انا ما نقدرش نجي نتغدى معاك. قلت له فين؟ واش في داركم؟ قال لي قلت له ما نقدرش. شنو غادي تقول لمولي للدار؟ قال لي ما تخافي والو، غير جي وضربي كلشي على حسابي. قلت لي شوف عادل، انا راه ما نقدرش، كنخاف وزيدون انا بنت دارنا ماشي من داك النوع. قال لي شوفي كنقسم لك فمي بالله الا بغيتك غير تجي تجلسي معايا كنحلف لك بالله انني ما غنأذيكش. المهم وصل هذاك النهار اللي اتفقنا عليه اللي كان هو نهار الحد.
عطاني العنوان ديال دارهم وبقيت غاديه كنهضر معاه في التليفون حتى وصلت. منين وصلت قال لي طلعي ديريكت للسطح. طلعت للسطح ولقيت واحد البيت في السطح، رحب بيا وجلسنا وبقينا شحال وحنا كنجمعوا وكنضحكوا. كان الغدا هو واحد الطاجين اللي ضحكنا عليه، وصراحه كانت الماكله بنينه وجمعنا. واكتشفت ان بزاف الحوايج كانوا كيجمعونا بجوج، وكانت هذيك هي اول مره كنختلي بشي دري. وبيني وبينكم كان عاجبني الحال بزاف واخا ما كنتش كنبين. صافي من داك النهار ولات كتجيني المساله عاديه. كنت مره كنتلاقى انا وياه في داك البيت وكندير السبه، يا اما بالسبيره غادي نخرج شي بحث، يا اما راني خارجه مع خديجه وكنت كنوصيها. المهم كنا كنتلاقاو تما، كنجلسوا كنجمعوا كنضحكوا. وراكم عارفين الا تلاقات بنت مع دري شنو غادي يوقع. المهم دازت 4 شهور باش عرفتو، حتى جا واحد النهار، داك النهار اللي غادي يكون كحل. صبحت فيه مريضه وما قدرش نمشي للمدرسه. جات فيه قتني الوالده ديالي باش نوض. قلت لها ماما راني مريضه كنحس براسي عيانه. وليد داني الطواليت اللي جابني، كنت كنتقيه ما خلات ماماش من دوبا عطاتني ديال المعده. المهم قررت باش تديني للطبيب. داتني ومنين وصلت النوبه ديالي دخلت انا وياها. قلبني الطبيب ودار لي ليكوغرافي وقال لماما واش بنتك هاد البنت؟ قالت لي بنتي. قال لها مبروك عليك راه حامله. قلت لي كيفاش حامله؟ واش انت متاكد؟ قال لي يا لالا بنتك حامله مبروك. ماما بقات كتشوف فيه شويه، دورت وجهها كتشوف فيا. انا جاني الخبر كالصاعقه، ما عرفت باش تبليت وما عرفت باش غنجاوبها، ولا وجهي احمر وتزنقت. حشمت من ماما وحشمت من الطبيب. المهم خرجت انا وماما وجايين في الطريق وكتسب فيا وكتغوت. دخلنا للدار، شبعت فيا سبان وشبعت فيا نتيف. قالت لي شكون باه؟ قلت لها بلاتي يا ماما انا راه كنعرف باه، انا غادي نهضر معاك ونشرح لك. قلت لها وراه حتى انت كتعرفيه. المهم عطيتها الوصف ديال الدري، قالت لي دابا بغينا نهضروا معاه. بقيت كنصوني عليه والو ما كيجاوبش، كنصوني ما كيجاوبش، كنصوني من عند ماما ما كيجاوبش. قلت لها المهم راه كنعرف دارهم. مشيت انا وماما ومشينا لدارهم، دقينا وخرجت لينا واحد المراه وهضرات مع ماما وقالت لها السلام لاله. قالت لها ديك السيده وعليكم السلام شنو حبات الخاطر؟ قالت لها عافاك بغينا نهضروا معاك على ولد عادل ولدك. وهي تقول لها هذيك المراه انا ما عندي حتى ولد سميتو عادل. وهي تشوف فيا ماما وهي تقول لي واش متاكده هي هذه الدار؟ قلت لها يا هذه الدار. وهي تقول لها ديك السيده واش كتقصدي عادل اللي كاري عندنا في السطح؟ انا هنا صافي كل لقيت الارض شقت بلاني. المهم ما بقيش عرفت شنو غادي ندير، ما بقيش عرفت كيفاش غادي نتصرف. قالت لنا ديك السيده ياك شي باس ما كاين. قالت لها ماما ولو باس، غير بغينا نعرفوا شي معلومات على هذاك الولد. المهم جاوبتها وقالت لها بلي انا ما كنعرفوش، كان كاري عندي ودابا شي يومين هادي ما بقاش، هز حوايجو ومشى في حاله. المهم جيت انا وماما في الطريق وانا تنبكي وما قديش نشوف ماما، ما بقاش عندي لوجه باش نشوف فيها. مشينا للخدمه فين كان خدام، على اساس راه داك المحل ديالو ماشي خدام فيه. مشينا ولقينا دراري اخرين سولناهم على عادل، قالوا لينا بلي ما بقاش معاهم شي سيمانه هادي، ما بقاش كيجي للخدمه. من بعد عرفت بلي صافي حياتي ضاعت، شرفي مشى. رجعنا للدار والليل ما ليلي والنهار ما نهاري، كنبات نبكي ونضل نبكي، ما بقاش عندي الوجه باش نشوف ماما. وبديك الفقصه ماما واحد النهار غيبات، هزيت انا والجيران كنجريو بها للسبيطار. منين ديناها للسبيطار قالوا لنا بلي طلع عليها السكر 3 الغرام. جينا للدار وكنت كنحاول انني نرخف عليها، كنقول لها عافاك ماما ما تقلقيش، مستحيل يتخلى عليا، راه ولد الناس، واخا هكاك ما غير شي حاجه اللي وقع عليه. كتشوف فيا وكتحضر عينيها.
الوالده ديالي ما بقات لا كتاكل لا كتشرب، قطعات النعمه وقطعات هضرتي. بقيت نهار على نهار كنفكر كيفاش غادي نتخلص من هاد المصيبه. ما بقيتش كنمشي للمدرسه، وليت عاطيها غير البكا، الليل كله وانا كنبكي وبنهار كله وانا ناعسه. ما كتدوش عليا شي ساعه وما كنصونيش ليه. حاولت انني نوصل ليه بجميع الطرق، ولكن للاسف كاع الطرق فشلت. تقبلت المصير ديالي، ولكن ماما ما تقبلاتوش. حالتها غاديه وكتدهور، صحتها غاديه وكتضيع. واحد الليله جاتها السخانه بالليل، وبقيت مقابلاها وقلت لها انت للسبيطار. قالت لي لا، غير جلسي حدايا. بقيت جالسه حداها حتى داتني عيني وناست. صباح الصباح وفيقتني ماما، فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء. قفزت من بلاصتي وحليت عيني، سرحت عينيا في ماما وكنلقاها كلها دم، حوايجها عامرين بالدم. ما عرفتش شنو وقع. شافت فيا بحال هكا وقالت لي قعديني. قعدتها وبديت كنغوت، نقولها ماما مالكي، ماما مالكي، دابا غادي نديوك للسبيطار. حدها هزات راسها وشافت فيا وطاح الراس. بديت كنهضر معاها وما بقاش كتجاوبني. صافي هي هذيك ضربتها غوته، بديت كنغوت. سمعوني الجيران وجاو كيدقوا علينا. حليت الباب وقالوا لي مالكي، قلت لهم ما عرفتش مال ماما، ما عرفتش مالها، ما بقاش كتجاوبني. واحد شويه كنسمع السيده كتقول لهم قبلوا المراه. انا نقول لها كيفاش قبلوا المراه؟ وهي تقول لي يا بنتي اجرك الله، من جهه ماماك دوموا لله. ما فهمت والو. جاتني بحال شي طرشه، جاتني بحال شي صاعقه. ما عرفتش باش تبليت، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. تنقول لهم لا ما يمكنش، ماما يمكن هي غيبات، ماما ياك ما هي عاوتاني طلع ليها السكر. المهم بقيت كنغوت والجيران كيصبروني. جا الطبيب قلبها، والجيران شي كيقول تفكسات ليها الكبده، وشي كيقول لا راه تفكسات ليها الريه. واللي كنعرف انا هو مشات مهمتي، مشات لحنانه. دخلت عليها للبيت وهي مجبده، وحطيت راسي على صدرها وانا كنبكي وما متيقاش. رغم داكشي كله كنقول غادي تفيق وتحل عينيها. دروك تنوض، دروك تعيط فاطمه الزهراء. والو، سلمت امري لله، باقي لقيت ما ندير. كان هذاك هو اتعس نهار في حياتي، وبهديك الفقصه والخلعه نزلت معايا الدم وخسر ليا بنادم. خرجوا ماما وخرجوا معاها حياتي، دفنوها ودفنوا معاها حياتي وشبابي ومستقبلي. هذه هي قصتي مع مهمتي. نتمنى اي وحده تكون هاد القصه عبره لها، تكون عبره لبزاف ديال الاباء اللي عندها وليداتها ولا بنياتها تحاول تهلا فيهم، تعطيهم الحنان اللي بغاو، انه الوقت صعيبه بزاف والذئاب البشريه لا ترحم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصه.